مساء الخير عليكم. اليوم غادي نتعاود معكم على القانون ديال الاضراب. اولا نذكر بان الحق في الاضراب هو واحد الحق مضمون في المغرب منذ الدستور ديال 62. جميع الدساتير اللي دازوا اكدوا على الضروره ديال انه خصنا لابد نديروا واحد القانون تنظيمي اللي كيحدد الشروط ديال الممارسه ديال هذا الحق، ولكن ديما هذا الامر بقى معلق الى ان تم اعداد مشروع القانون التنظيمي 97 15. في هذه الايام الاخيره خصني نقول لكم بان البرلمان المغربي بالغرفتين ديالو سواء المستشارين او النواب صدقوا على المشروع القانون التنظيمي 97 15 من بعد مجموعه ديال السنوات ديال النقاش. وهذه اول مره كيتنزل واحد النوع ديال القانون اللي كيشرح فيه كيفاش ممكن انه يتعدل واحد النوع ديال الاضراب في المغرب بطريقه قانونيه وكيضمن الحقوق ديال العمال وكذلك ديال المشغلين. هذا القانون كيحقق واحد النوع ديال التوازن ما بين ثلاثه ديال الحاجات اللي هي اساسيه: الحق ديال العمال واللي كيضمن الاستمراريه كذلك ديال الخدمات الحيويه، وكذلك في نفس الوقت كنضمنوا التشجيع ديال الاستثمار وبالتالي تعزيز ديال خلق فرص الشغل. هذا القانون عدل واحد الضجه كبيره بالخصوص مع النقابات. اكيد كاي قانون كيجي به اي حكومه غيقدر يلقى واحد النوع ديال التفاعل سواء سلبي او ايجابي، لكن الاساسي انه جا باش يحسن اولا المكتسبات السابقه وكيزيد مجموعه ديال الحاجات في الصالح ديال العمال. ويمكن لي نقول بان هذا القانون الجديد ديال الاضراب سمح كذلك لمجموعه ديال الفئات الجديده ديال العمال باش انهم يعدلوا الاضراب، بحال مثلا العاملات المنزليات، وبنفس المنهج ضمن الحق ديال الاضراب من خلال واحد الحظر ديال ان اي فعل انتقامي من طرف المشغل يقدر يوصل حتى 20 مليون ديال السنتيم ديال الغرامه اذا اثبت بان المشغل منع العمال ديالو من الاضراب. بالاضافه لهذا الشيء كامل خصني نقول بان هذا القانون الجديد كيحترم التعهدات والالتزامات الدوليه، وخصوصا من طرف المنظمه ديال العمل الدوليه اللي هي تابعه للامم المتحده فيما يخص الحقوق ديال العمال وكذلك الاستمراريه ديال العمل وديال الانتاج. تبقوا على خير.